شهد أحد المطارات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية حادثة غريبة أربكت الجميع، ولم يجد لها أحد تفسيرا منطقيا حتى اليوم. دخلت امرأة محجبة تبدو في ال40 من عمرها، تحمل حقيبة صغيرة وجواز سفر رسمي. للوهلة الأولى بدا كل شيء طبيعيا، لكن الصدمة جاءت حين قدمت جوازها لموظف الجوازات، فقد كان الجواز صادرا عن دولة تدعى تورينزا، دولة لا وجود لها على وجه الأرض، لا في خرائط الأمم المتحدة ولا في أي قاعدة بيانات رسمية. سألها الموظف بدهشة عن هذه الدولة، فأجابت بكل هدوء: أنا من تورينزا وأسافر إلى دولة مجاورة تدعى توزادون. لكن المفاجأة تضاعفت، لأن توزادون أيضا لا وجود لها في أي سجل عالمي. الأغرب أن الجواز احتوى على أختام من دول أخرى لا يعرفها أحد: سارفيلا، كولندار، وأمبريا الجنوبية. تم اقتياد المرأة إلى غرفة التحقيق، وهناك جلست بهدوء تام دون أن تبدي أي قلق. تركها أحد الضباط للحظات، لكن حين عاد كانت الغرفة فارغة تماما، لا حقيبة ولا جواز سفر ولا أي أثر لها. كاميرات المراقبة لم تظهر دخولها إلى الغرفة أصلا، بل لم تسجل لها أي صورة منذ لحظة دخولها المطار، وكأنها لم تكن موجودة أبدا. ومع ذلك يؤكد شهود من موظفي المطار أنهم تحدثوا إليها ورأوا وثائقها بأعينهم، بل أن بعضهم لمس الجواز بيده. هذه الحادثة الغامضة أعادت إلى الأذهان واقعة مشابهة حدثت في اليابان عام 1954، عندما ظهر رجل يحمل جواز سفر من دولة غير موجودة تدعى تاوريد قبل أن يختفي بنفس الطريقة. فهل نحن أمام ظاهرة جديدة من المسافرين بين الأبعاد، أم أن هناك تجارب سرية تتعلق بالتنقل بين العوالم يتم التستر عليها؟ وهل من الممكن أن تكون هذه المرأة قد جاءت فعلا من عالم موازن؟ الأسئلة كثيرة والإجابات غامضة، والآن أترككم مع بعض ردود الفعل التي انتشرت حول هذه القصة الغريبة. شكله صار في عالم آخر، لأنه في ناس تنتمي لدول مش موجودة. follow for more videos. هذا يا ستي ملا انتو مالكم بالطويلة. كان في مرة بنيويورك مطار جون اف كندي عم بتحوم بالمطار. أنا رايح فين؟ أنا راجع تاني. فراح شاف الأمن، هي بصراحة شكلها مثير للاهتمام وللشكوك، ومسكها وحقق معه: من أنتم؟ لماذا نحن هنا؟ قعدت التمتم وتوترت وقال لها بدي شوف باسبورك، وشافه والمرة تنتمي إلى لا مكان. هلأ طبيعي لما يشوف باسبور أول مرة بيشوفه من قبل ودولة مو موجودة على الخريطة رح يفكر إنه باسبور مزور، بس لا، لأنه شيكوا تحت الأشعة وشيكوا الأوراق وهذا الباسبور مو مزور. كمان كان في أختام على الباسبور لدول عدة مسافرتها هاي المرة، وكمان لا يقعوا على وجه الأرض. السؤال الأول: وين كانت هاي المرة عم بتسافر؟ وهي الأختام لدول وين؟ ونحن ليه ما بنعرف فيها؟ 2: أي لغة بتحكي هاي المرة وشو أصلا؟ و3: كيف صارت بنيويورك؟ هون السؤال، لأنه قعدوا يسألوا وقالت لهم جاي من كوريا. اللي بيعرف أمريكا بيعرف الدقة عند المطارات، إنه مستحيل فراشة تمرق بدون ما يعرفوا. هي كيف دخلت؟ خبرونا رأيكم عن هاي المرة اللي من تورنزا. هل سمعتوا بهيك دولة؟ العالم كله بيتكلم عن الست دي، مش عارف ايه مصدر دولتها او هي جاية منين. طبعا اللي هو في المطار بتاع امريكا، ومش هتصدقوا اللي حصل بالظبط. صلوا على النبي في التعليقات يا اخواتي، يلا بقى نتكلم في التفاصيل. اللي حصل بالظبط ان الست دي شكلها طبعا غريب الاطوار، وكلهم شكوا فيها، بالذات امن المطار بدأوا ان هم يتكلموا مع بعض من الست دي. هل هي من السودان منها بشرتها سودة وشكلها اللبس بتاعها لبس السودان ولا منين؟ المهم يا جماعة راحوا فتشوها اول شيء، بعد كده خدوا الجواز بتاعها. انت جايه منين؟ ما بتردش عليهم، بتقول انا مش عارفه اصلا انا جايه منين، وانا مش عارفه انا فين. طبعا بالتحديد هي كانت في مطار بتاع امريكا. خدوا الجواز بتاعها، لقوا مكتوب عليها يعني اسم الدوله تورينزا. تورينزا اصلا مش موجود على الخريطه. لو جيت حضرتك تبحث دلوقتي على جوجل ماب عشان تعرف تورينزا دي فين، مش هتعرف اصلا هي فين. طبعا في ناس كتيره بتقول ان هي جايه من عالم تاني، وطبعا في ناس تقول الموضوع ده خبر ده فيك واي اي، لكن الخبر ده منتشر في اكبر الصحف العالميه. طبعا يا جماعه ناس كتيره اتكلمت ان هي دلوقتي يعني مش عارفين مصدرها. يعني تورينزا دي اصلا دوله غير معروفه، انا ما سمعتش عنها قبل كده ولا حد سمع عنها قبل كده. فعايز الناس توقعوا في التعليقات ممكن الست دي تطلع ايه، هل هي مجنونه مثلا وهي اصلا امريكيه الجنسيه وراحت المطار دخلت وعملت النوش ده كله. والاغرب اصلا ان هي مش بتتكلم باللغه الانجليزيه، بلهجه غير معروفه. فصلوا على النبي كده يا اخواتي في التعليقات، اعملوا متابعه، رايكم طبعا يهمني. استنوا الجديد معنا. في قصة غريبة انتشرت لمرأة جت إلى مطار JF كندي
اللي في أمريكا، وهي جاية من دولة غامضة ومش موجودة في الخريطة، وكانت عايزة تروح لدولة اسمها ترنزا. صدمت موظفين المطار والناس اللي موجودين، كل الناس مصدومين مستغربين هي جت من وين. وهذا الموضوع حاليا منتشر عندنا وايد، الموضوع هذا صاير ترند عندنا. لكن يا جماعة الخير مش كل شيء تشوفوه تصدقوه يا جماعة. 1000 مرة قلت لكم لو تبغوا تأكدوا عن أي معلومة اسألوني أنا. القصة هاي يا جماعة الخير كذبة، ولا عندها أساس بالصحة، ولا حرمة جت من توريتو ولا بوريتو ولا محزنون. هذه كله كلام فاضي. يذكرنا بموضوع صار قديم أعتقد في الخمسينات ولا الستينات، نفس القصة بالضبط. رجال جاء من دولة غريبة مش موجودة في الخريطة، وكان دولة اسمها أعتقد توريد، أعتقد حاجة زي كذا. وأنا أريد أنصح أي واحد يروج الكذبة هذه إنه على الأقل شوي يفكر شوية. في حد في العالم يطلع الطيارة بدون ما يشيك جوازه مثلا؟ هل هي الوحيدة اللي كانت راكبة الطيارة؟ ما في طيار، ما في حد ثاني؟ يعني الطيارة اللي هي جت فيها ما كان في بايلوت ولا كو بايلوت ولا اير هوستس؟ ما في حد؟ حتى لو انتم عايزين دليل ثاني روحوا للفيديو اصلي واضربوا في الصوت، وحتلاقوا انه الصوت هذا مصنوع منه كذا فيديو. Breaking news. A man has landed at JFK Airport with a passport from a country that has never existed. Authorities at JFK International Airport are in shock tonight. A man arrived from Tokyo carrying a passport from a nation called Terenzia, a place that does not exist on any map of our world. The passport... مرة قصة عن رجال ومرة قصة عن حرمة. يا جماعة الخير باختصار الموضوع هذا كله كذب كلام فاضي. ويا جماعة الخير لو عندكم فيديوهات غريبة تبغوني أتأكد منها ابعتوا لي إياها، ولا تنسى تتابعني أخي الكريم. مساء الليل. هذه المرأة دخلت العالم كامل في بعضها، ولحد الساعة ما راهمش عارفين القصة واش هي ومين دخلت وكيفاش جات، وهذا الجواز السفر اللي دخلت به من أي دولة ينتمي. هذه المرأة نزلت في مطار جون اف كندي الأمريكي بجواز سفر تاع دولة غير معروفة في العالم كامل اسمها تورينزا. يعني الدولة هذه كي بحثوا عليها ما لقاوهاش كامل. والغريب في الأمر والحاجة اللي دهشتهم أكثر كيف فتحوا الجواز السفر تاعها البيومتري، يعني غير مزور، والخريطة الكبيرة لقاو أختام تاع دول في الصفحات تاع جواز السفر، وكذلك هذه الدول غير معروفين وغير مذكورين في العالم كامل. امرأة جت من كوكب خارج كوكب الأرض ومعاها باسبور من دولة مش موجودة على الأرض. ده عنوان الفيديو اللي منتشر جدا حاليا على السوشيال ميديا، ولكن الحقيقة وباختصار إن القصة بالكامل ذكاء اصطناعي. القصة ذكاء اصطناعي، والصورة ذكاء اصطناعي، والفيديو ذكاء اصطناعي، والباسبور ذكاء اصطناعي. ولكن اللي عاملين فيديوهات عن القصة بيحاولوا يثبتوا إن هي حقيقية لإثبات نظريات مؤامرة في دماغهم، لإثبات نظريات الأكوان الموازية، أو إن في كائنات تانية عايشة على كوكب آخر وبينزلوا الأرض وبيطلعوا منها. الفيديو بيقول إن هي جاية من دولة اسمها تورينزا وملهاش وجود على كوكب الارض، وكمان متواجده في مطار جون كينيدي في امريكا. ولكن بسيرش بسيط اي حد هيعمله هيتاكد ان القصه غير حقيقيه بسهوله. والقصه المصنوعه بالذكاء الاصطناعي طلعت متاخده عن قصه حقيقيه حصلت في الخمسينات لشاب برضه احتجز في امريكا. كل حاجه في امريكا سبحان الله. واتضح من الباسبور اللي معاه انه ختم كذا دوله معروفين على الكوكب، وان دولته موجوده بين اسبانيا وفرنسا ومحدش عارف ان هي دوله. وفي الاخر يتضح ان اللي عامله الباسبور راجل بيعمل باسبورات مزيفه كبير ومشهور، ان هو ملوش اي قصه وان مفيش اي دوله زي ما باسبور بيقول. هذا الجزء القادم تم توليده بالذكاء الاصطناعي لتفادي أي إشكال في حقوق الطبع والنشر. يمكنك مشاهدته أو مغادرة الفيديو، وشكرا على المشاهدة، ولا تنسى ترك لايك وتعليق. تخيلوا معايا الموقف ده، إننا في مطار وفجأة بنقابل شخص معاه باسبور من بلد مش موجود على أي خريطة. النهاردة هنتكلم عن لغز حقيقي أغرب من الخيال، حكاية ممكن تهز فهمنا للواقع نفسه. طيب خلينا نرجع بالزمن ليوم معين، التاريخ 7 أكتوبر سنة 2025، والمكان مطار دولي زحمة في أمريكا. اللي بدأ كيوم عادي جدا في المطار كان على وشك إنه يتحول لواحد من أغرب الألغاز في العصر الحديث. تعالوا نشوف الحكاية بدأت إزاي. الحكاية بتبدأ مع وصول ست للمطار. للوهلة الأولى كل حاجة كانت طبيعية تماماً، شكلها شيك في الأربعينات كده، محجبة وماسكة في إيدها شنطة صغيرة وباسبور رسمي، يعني مفيش أي حاجة خالص تخلي حد يشك. لكن اللحظة اللي وصلت فيها عند شباك الجوازات كل حاجة اتغيرت. اللحظة اللي قدمت فيها الباسبور بتاعها للموظف دي كانت بداية كل شيء. وهنا بقى نوصل لقلب الحكاية كلها. الباسبور اللي كان معاها ما كانش من أي بلد نعرفها، ببساطة كان من بلد مش موجود أصلاً. موظف الجوازات بص في الباسبور باستغراب وسألها عن اسم البلد المكتوب عليه، وبكل هدوء وثقة بصت له قالت: أنا من تورينزا.
المشكلة بقى إن مفيش أي بلد في العالم كله بالاسم ده، ولا على أي خريطة، ولا في أي قاعدة بيانات دولية، ولا حتى الأمم المتحدة سمعت عنها. البلد دي ببساطة مش موجودة. والأغرب من كده إن الموضوع موقفش عند تورينزا وبس، لأ، لما سألوها رايحة فين، قالت إنها رايحة بلد جنبهم اسمها توزادون، وبرضه محدش عمره سمع عنها. الباسبور نفسه بقى كان حكاية تانية، مليان أختام دخول وخروج من دول خيالية زي سارفيلا، كولاندار وأمبريا الجنوبية. طبعاً الموقف كان محير جداً، عشان كده أخدوها على غرفة تحقيق خاصة، وهنا بقى الغموض زاد أكتر وأكتر. جوه غرفة التحقيق الست دي كانت هادية تماماً، يعني مفيش أي علامات قلق أو توتر باينة عليها، كأن اللي بيحصل ده طبيعي جداً بالنسبة لها. والهدوء الغريب ده هو اللي حير المحققين أكتر. واحد من الضباط سابها في الأوضة المتأمنة دي كام لحظة بس، ولما رجع كانت الصدمة. الأوضة كانت فاضية تماماً، الست اختفت، هي وشنطتها والباسبور الغامض بتاعها. بس النقطة اللي بتخلي القصة دي مستحيل تتفسر هي التناقض اللي ملوش حل. يعني إزاي؟ الموظفين والضباط كلهم أكدوا إنهم شافوها بعينيهم وأكلموها ومسكوا الباسبور بإيديهم، وفي نفس الوقت كاميرات المراقبة في المطار كله مفيش ولا واحدة سجلت ليها أي أثر، كأنها كانت خيال، شبح. واللي بيخلي الحكاية دي أغرب إنها مش أول مرة تحصل. الحادثة دي بالذات بترجع لذاكرتنا حادثة تانية شبهها بالظبط حصلت من عشرات السنين. سنة 1954 في مطار في اليابان ظهر راجل معاه باسبور من بلد اسمها توريد، بلد برضو مش موجود على الخريطة، وبعد ما احتجزوه في فندق تحت الحراسة اختفى من أوضته المقفولة بنفس الطريقة الغامضة. ودلوقتي في 2025 السيناريو بيتكرر تاني، بس مع الست من بلد اسمها تورينزا في أمريكا. القصص دي بتفتح الباب على مصراعيه النظريات وأسئلة بتعدي حدود فهمنا للعالم والواقع اللي احنا عايشين فيه. يا ترى احنا قدام ظاهرة جديدة للناس بتسافر بين الأبعاد؟ دي يمكن النظرية الأكثر انتشاراً، إن الناس دي ممكن يكونوا مسافرين بجد بس من أكوان موازية لعالمنا. يعني هل ممكن تكون تورينزا وتوريد دول حقيقية بس في واقع تاني؟ بس في تفسير تاني خالص، هل ممكن تكون الحوادث دي نتيجة تجارب سرية متطورة جداً ليها علاقة بالانتقال اللحظي أو السفر بين العوالم وبيتم التستار عليها بالكامل؟ ده بيفتح احتمال لأن اللي حصل ده مش ظاهرة طبيعية، لأ ده من صنع البشر. وفي الآخر سواء كانوا مسافرين بين الأبعاد أو نتيجة تجارب سرية أو حتى خدعة متقنة لدرجة لا تصدق، قصة الست من تورينزا بتفضل تذكير قوي بأن الواقع اللي بنعرفه ممكن ما يكونش هو الحقيقة الكاملة، والأسئلة بتفضل أكبر بكتير من الإجابات، وبتسيب الباب مفتوح قدام كل الاحتمالات. النهاردة عايزين نتعمق في تفاصيل قصة يعني غريبة بشكل مش طبيعي. حصلت يوم 7 أكتوبر 2025 فين بالظبط؟ في مطار دولي كبير في أمريكا. القصة دي تبدو كأنها خيال علمي، بس هي مبنية على شهادات حقيقية وملاحظات لناس شافوا الموقف بعينيهم جوه المطار. تمام. عايزين نحاول نفهم إيه اللي حصل بالظبط في الحدث المحير ده. أوكي، نبدأ منين؟ البداية كانت يعني عادية جدا. سيدة محجبة شكلها كده في الأربعينات، أنيقة لابسة كويس، معها شنطة يد صغيرة. تمام. وقفت قدام موظف الجوازات، مدت إيدها بالباسبور بتاعها. لحد اللحظة دي كل حاجة ماشية طبيعي خالص. أيوة، بس هنا بقى بتبدأ الحكاية، صح؟ اللحظة اللي الموظف مسك فيها الجواز ده. بالظبط. إيه اللي حصل؟ الموظف بص في الجواز ولقاه صادر من بلد اسمها تورينزا. تورينزا؟ أيوة، تورينزا. والمفاجأة بقى إن الاسم ده مش موجود على أي خريطة نعرفها ولا في أي سجل رسمي للدول. دولة مش موجودة؟ لحظة واحدة، ده يخلي الموضوع أغرب بكتير بقى. طب سألوها رايحة فين أو جاية منين؟ سافرة لدولة تانية جنبها اسمها توزادون. توزادون وبرضه مش موجودة؟ ولا ليها أي وجود هي كمان. يعني مش بس اسم دولة غريب، لأ دي دولة تانية كمان في القصة. يعني الموضوع مش واقف عند اسم الدولة، ده الجواز نفسه. أيوة، الجواز كان فيه أختام دخول وخروج من دول تانية بنفس الغرابة، أسماء زي سارفيلا، كولدينار، أمريا الجنوبية. يا خبر، دي خريطة عالم تانية خالص دي. فعلا. اللي مثير للاهتمام هنا بقى هو يعني التناسق ده.
مش مجرد اسم وهمي وخلاص، لأ دي شبكة أماكن، دول جنب بعض، وتاريخ سفر بإختام. ده يخلي الموضوع مش مجرد تزوير عادي، صح؟ بالظبط. صعب تفترض إنه تزوير ساذج. ليه حد يخترع كل التفاصيل الجغرافية دي؟ ده بيخلي الموضوع أعقد بكتير. فعلا يحير. طيب طبيعي بعد اللخبطة دي كلها إيه اللي حصل؟ أكيد خدوها عشان يحققوا وعيها، ودوها غرفة تحقيق جانبية كده. وهي كان رد فعلها إيه؟ متوترة، خايفة؟ لأ، وده الغريب. الضابط اللي كان معاها قال إنها كانت هادية تماماً، قعدت بمنتهى الهدوء ولا كأن في حاجة غريبة بتحصل. غريبة دي جداً. وبعدين حصلت الحاجة الأغرب بقى. الضابط سابها ثواني في الأوضة المقفولة دي، يعني راح يجيب ورق أو يستعلم عن حاجة بسرعة، دقايق قليلة خالص. تمام. لما رجع الأوضة ما لقاهاش؟ فاضية تماماً. السيدة اختفت، هي وشنطتها الصغيرة وجواز السفر الغامض بتاعها، ولا أي أثر ليهم. اختفت من أوضة مقفولة؟ إزاي ده؟ طب الكاميرات؟ مفيش كاميرات مراقبة؟ ما هو ده بقى الجزء اللي هيجنن في القصة كلها، التناقض اللي فعلا ملوش تفسير منطقي مباشر. خير. الكاميرات الأمنية اللي في كل حتة في المطار والمفروض بتسجل كل همسة، أيوه، ما سجلتش أي صورة للسيدة دي وهي بتدخل غرفة التحقيق دي أصلا. إزاي يعني؟ والأغرب إن مفيش أي تسجيل ليها في أي مكان جوه المطار بعد اللقطة الأولانية خالص وهي بتعدي من بوابة الدخول، كأنها يعني اتبخرت بالنسبة للتكنولوجيا. استني لحظة، يعني الكاميرات بتقول إنها ما دخلتش الأوضة دي أساساً؟ أيوة. لكن الموظف اللي شافها والضابط اللي حقق معاها بيقولوا إنهم شافوها واتكلموا معاها ولمسوا جوازها بنفسهم. بالظبط. ده التناقض الصارخ، شهادة بشرية مؤكدة من أكتر من شخص ضد تسجيل رقمي بيقول إنها ما كانتش هناك. طب إيه التفسير لده؟ يعني ممكن الكاميرات تكون عطلت فجأة أو في نقطة عمياء؟ هو ممكن نفكر في كده، بس إن كل الكاميرات متسجلهاش بعد نقطة الدخول دي ده كتير شوية، خصوصاً إن في شهادات مفصلة من ناس كتير شافوها. ده بيخلي التفسيرات التقنية البسيطة مش مقنعة قوي في الحالة دي. فعلاً الفجوة دي غريبة جداً بين اللي الناس شافوه واللي الآلات سجلته. بالظبط كده. طب هل دي أول مرة تحصل حاجة زي كده؟ يعني قصة فريدة من نوعها؟ لا مش بالظبط، في قصة تانية مشهورة جدا بتشبهها في الخطوط العريضة. إيه هي؟ حصلت في اليابان في مطار طوكيو سنة 1954. ياه، من زمان قوي. أيوة. ووقتها ظهر راجل شكله أوروبي معاه باسبور سليم وكل حاجة، بس صادر من دولة اسمها توريد. توريد؟ وبرضه مش موجودة؟ برضه دولة وهمية. ولما حجزوه مؤقتا في فندق تحت المراقبة لحد ما يتأكدوا من قصته، تاني يوم الصبح اختفى. اختفى هو كمان؟ من أوضة مقفولة؟ من غرفته في الفندق، وكانت مقفولة ومحروسة. اختفى هو وكل حاجته، كأن نفس السيناريو بيتكرر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نفس النمط تقريبا، شخص بجواز سفر من بلد مش موجود وبيختفي فجأة وبدون أثر. بالظبط. وتكرار النمط ده في أزمنة مختلفة وأماكن مختلفة زي أمريكا واليابان، وبأشخاص مختلفين، سيدة ورجل، وبأسماء دول وهمية مختلفة زي تورنزا وتوريد. ده اللي بيخلي القصص دي ليها وزن أكبر، مش مجرد حوادث فردية وخلاص. لا، بتخلي الواحد يسأل أسئلة أعمق عن طبيعة اللي حصل ده. طيب يعني في النهاية إيه معنى كل ده؟ إحنا كده قدام لغز يعني بيتحدى كل المنطق اللي نعرفه. هو لغز فعلا. أشخاص بيظهروا وجودهم مؤكد بشهود عيان، بس في نفس الوقت التكنولوجيا مش شايفاهم ومعاهم ورق رسمي من عالم تاني كأنه. بالظبط. وهنا ممكن نستم بسؤال أعمق شوية نفكر فيه، بغض النظر عن التفسيرات اللي ممكن تيجي في بالنا. يعني هل دول ناس من عوالم موازية؟ أو مسافرين عبر الزمن مثلا؟ أو يمكن تجارب سرية متطورة جدا؟ بغض النظر عن كل ده، السؤال الأهم اللي القصص دي بتطرحه هو: يا ترى إيه هي حدود فهمنا إحنا للواقع؟ يعني هل الواقع اللي بنعيشه ده هو كل حاجة؟ بالظبط. هل ممكن يكون المستحيل أو المجهول ده موجود فعلا حوالينا، بس إحنا حواسنا وأدواتنا مش قادرة ترصده أو تفهمه؟ فكرة تخلي الواحد يفكر. يمكن الواقع بتاعنا ده أعقد بكتير من تصوراتنا، ودي نقطة أعتقد تستحق نتأمل فيها شوية.